الحواوشي المصري، جربوه مرة بس وأنا متأكدة إنكم رح تعيدوه. هاي استخدمت نص كيلو لحمة مفرومة، لازم تكون شوي مدهنة أفضل. رح أضيف عليها 3 بصلات، شوية بقدونس، شوية فليفلة، ورشة فلفل أسود، 7 بهار أو بهارات مشكلة، بابريكا وملح. بالوصفة الأساسية بيستخدموا لية غنم أو دهنة، بس أنا هون حبيت استخدم سمن حيواني. نخلطهم كتير منيح. حواوشي يستخدم معه هيدا الخبز المصري التقليدي، ولكن إذا ما متوفر عندكم ممكن تستخدموا أي خبز، ولكن يفضل يكون شوي سميك. بنفتح الخبزة وبنحشيها، وكونوا كريمين بالحشوة بتطلع أطيب. أنا هون رح أعملهم بالفرن، رح أدهنهم بسمن حيواني وبتحطوهم لحد ما يتحمصوا بالفرن. ممكن تعملوهم بالطاسة ولكن أفضل بالفرن. يقدموا مع صوص طحينية رح نعمله سوا. بدي سن توم مع 3 ملاعق لبن زبادي حامض، شوية طحينية، ورشة من الكمون، بابريكا والكزبرة الناشفة، رشة فلفل أسود، من ملح. نخلطهم كتير منيح ومنخففها بالمي السخنة لحد ما توصل لهيدا القوام. وشوفوا هالقرمشة اللي بتشهي، يلي لسه ما مجرب الحواوشي بنصحكم تجربوها، كتير 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 طيبة. هاي الوصفة على طريقة حدا مصري، يعني عم يتابعني من مصر خبروني إذا صح ولا لا. وبألف صحة وهنا، ولا تنسوا المتابعة.